حته البث الفضائي والكلام اللي بيحصل على الساحه ده يا كابتن حسن؟ شوف، إثارة مشكلة البث الفضائي دي ظاهرة صحية كويس 100%. توصل للب المشكلة في البث الفضائي، هي مشكلة في منتهى يعني الإجحاف للأندية. يعني أنت بتسلب حقوق أندية وإرادتها كويس، وتديها قليل جدا من الإيرادات اللي المفروض تاخدها، وبعد كده هوت بتيجي تدرس الكلام ده تلاقي نفس القانون لازم يتغير، اللي هو بتاع الرياضه، اللي احنا بقالنا مثلا كذا سنه نقول نغير قانون الرياضه نغير قانون الرياضه، ولغايه دلوقتي ما اتغيرش قانون الرياضه، ولازم يتحط فيه حل جذري في هذا القانون، حل جذري لمشكله البث. انت متفائل ان القانون ده السنه دي ممكن ياخدوا فيه قرار ولا لسه ممكن ياخد وقت؟ ما اعتقد القانون في مجلس الشعب، بس اجازه مجلس الشعب دلوقتي 4-5 اشهر. انا حقيقه يعني الحل الوحيد عشان تظبط الرياضه لابد ان يكون قانون الرياضه ده بس يتعمل صح بقى، يعني الناس تبقى رياضيه فاهمه وترجم من ناحيه قانونيه. تضع القانون لازم يكونوا رياضيين. ما طبعا لازم يكونوا مش سياسيين. لا طبعا لا سياسيين ولا قانونيين. القانونيين بيترجموا الفكر بتاع الرياضه. الرياضي اللي هو فاهم كويس. يعني انت الاول انت بتعمل قانون الرياضه، هتقول لي اجيب راجل قانوني يعمل قانون الرياضه؟ لا، اقول له يجي راجل قانوني يصيغ قانون الرياضه بعد ما يتقال كويس. بس لازم الرياضيين يبقوا هم اللي حاطين نعم يصاغ بصيغه قانونيه بما يتماشى مع القانون بتاع الدوله. اكيد كويس. فدي الحته اللي لازم تتعمل. فلازم القانون الاول بتاع الرياضه ده يخش بيبقى فيه بث التلفزيون ونظام الانديه وكل ما يخص الرياضه يتحط في القانون. يعني اديك مثل واقعي جدا. الخلافات اللي موجوده حوالين اللوائح في الاتحادات الدوليه، مش كره القدم بس، نعم كويس، كل الالعاب لها نظم دوليه. اكيد. في اللجنه الاولمبيه الدوليه لها لوائح ولها نظم كويس. الكلام ده لازم توافق اوضاعك، لازم يبقى في قانون يقول لك اشتغل على اللوائح بتاع الاتحاد الدولي او وفق اوضاعك على الاتحاد الدوليه اللي هم دلوقتي بيبتدوها. والا هتبقى بره. كويس. ما انت اوريدي هتبقى بره. غير بره بقى كم من المشاكل اللي هيجي لك. انا الماده 18 يا كابتن حسن. كم من المشاكل اللي هيجي لك نتيجه تطبيق هذا الكلام. انا بتكلم على الرياضه ككل وليس بتكلم على كره القدم. انا فاهم. فانت عندك 14 او 13 او سوري 24 او 23 لعبه دوليه. كويس. على طول لازم يتوفق اوضاع الالعاب ديت مع الاتحادات الدوليه بتاعتهم لعدم تدخل الحكومه في الحاجات دي. لازم تتوافق. يعني لازم اللوائح بتاعت ال 24 او 23 لعبه في الاتحادات بتاعتهم لابد ان هي تتوافق وتتلائم مع اللوائح اللي موجوده هنا في الاتحادات المصريه. انت ما عندكش شركات يا كابتن حسن؟ يعني اللي بدأت تلغي الأندية الشعبية؟ يعني ايه ما عنديش الشركات؟ يعني اصل بعض يقول لك الأندية الجماهيرية مش راضية عن أندية الشركات، وأنت عارف دلوقتي كرة القدم زي ما حضرتك عارف أساس الشعبية والجماهير وفي نفس الوقت محتاجة فلوس. ايوه، أندية الشركات زي الأندية الشعبية في العالم كله، في أندية شركات وفي أندية شعبية كويس، وفي العالم كله موجود هذا النظام. انت دلوقتي عايز ترفع مستوى الكورة. نعم. يعني لازم ترفع مستوى الكورة، لازم يبقى في الأندية تقدر تصرف على الكورة وتطورها. نعم. فلازم لما تيجي تصرف على الكورة يبقى عايزة إمكانيات مادية. يبقى لو في حد عنده إمكانيات مادية ويقدر يبقى موجود في الحقل الرياضي ده إفادة للرياضة المصرية. فلا بد ان احنا نشجع شركات انديه الشركات، ولا بد ان احنا نشجع الانديه الشعبيه كويس، عشان دولت يبقوا عندهم الامكانيات ان هم يرفعوا من مستوى الرياضه في مصر. الحته هنا بقى الخلاف اللي فيها، انت شركه تصرف على فريق الكوره كويس، ولا تبقى راعي لفريق كوره؟ يعني بره مثلا ممكن يبقى في راعي لفريق كوره، لكن في شركات عندها أندية. أكيد. فالحالتين موجودين.
الحالة اللي انت بتقول لي عليها شركات، طبعا انا مع اندية الشركات اللي هي عندها امكانيات تصرف وتكمل عشان نعم. ترفع مستوى الكورة نعم. وفي نفس الوقت الاندية الشعبية لابد ان هي توفق اوضاعها كويس عشان تقدر ان هي تنافس اندية الشركات. كابتن حسن، الاحتراف اللي موجود في مصر هل انت شايف احتراف حقيقي ولا انحراف زي ما بيتقال؟ احتراف ولا انحراف؟ لا، ما هو انا اصل في المنظومه مفيش غير اللاعب بس هو المحترف. شوف موضوع الاحتراف ده لما بنتكلم فيه بنقول ان احنا شروط الاحتراف دي انا هتكلم بقى على الكوره يمكن. مع الكوره اللي احنا بنتكلم فيها. هتكلم على الكوره. هو الكوره يا كابتن حسن ما بتقولش الكلام ده انا لما بتكلم على الاحتراف لا، في حاجات كتيره جدا مش موجوده في الاحتراف، مش موجوده. ابسط حاجه المثل اللي انا بديه وبقول ان في الدوري المحترفين في روابط الانديه. هنا مفيش، هنا مش موجود. ابسط حاجه بقول لك حقوق البث، الحقوق ضايعه والواحد مش عارف يعني انت هتوصل ايه في حقوق البث. والدوري يعني 6-8 يعني حقوق البث لغايه دلوقتي مفيش قرار في حقوق البث كويس ديت. طيب مين اللي هينضر؟ الانديه هتنضر والشعب المصري هينضر وكل حد هينضر. الشعب المصري اللعبه بتاعته المفضله كره القدم عايز يتمتع بيها. طيب مقابل لهذا التمتع لابد ان يكون في مردود مالي للانديه. اكيد. يبقى لابد ان في تسويق للانديه. انت مش ممكن الانديه من الحتت دي. بس انت مش شايف الفرق يا كابتن حسن من السنتين اللي فاتوا او 3 سنين اللي فاتوا في نقطه كبيره جدا بالنسبه للمبلغ نفسه بتاع البث الفضائي؟ عشان قبل كده ما كانوش بناخد حاجه. ايوه، ما هو يعني نبدا سنه مش ننط. كابتن مصطفى مع احترامي لان انتوا قنوات فضائيه. لا انا بتكلم بصفه عامه او اي حاجه. لما بتيجي توزع حصه الفضائيات في بعض مش انديه في جمعيات من 11 و 12 نادي بياخدوا 340,000 جنيه في السنه. ما يكفوش اتوبيسات كويس. وجاي تقول لي بث فضائي. طبعا مختلفه تماما. بس المبدا لابد بص يا كابتن مصطفى، اتفضل. لابد ان انت تدي كل حقه. انت عندي انا منتج قوي جدا اسمه كرة القدم وعندي تسويق ليه. اعتقد اهم برنامج ممكن يبقى من اهم البرامج اللي موجودة في مصر وفي العالم. انت شايف الدوري المصري يستاهل المبلغ ده؟ بالنسبة للشعب المصري طبعا يستاهل. انا بتكلم على الدوري المصري. هل الدوري المصري لا منتظم ولا في جدول والمواعيد مختلفة في كل حاجة ولا في اجندة ولا في اي حاجة؟ ده موضوع تاني بقى ماليش دعوة. ده موضوع تاني. انا بتكلم انا راجل بقدم منتج بتاعي كويس كنادي بقدم منتج بتاعي انا ما باخدش المقابل بتاعه. طيب مش انا بقى مش انا بس انا يعني انا مش عشان حاجة يعني ولأول مرة انا بقولها يعني النادي الاهلي واقف مع كل الانديه ديت كويس وقلنا ان احنا مجموعه واحده وحتى في حقوقنا لن نتكلم فيها عشان خاطر نجيب حقوق الانديه بالكامل وما انفردناش لوحدينا. احنا